إذا جاء بعلمه، وبالطبع أكبر عالم في الأرض هو الشيطان ثم الدجال، وهذا العلم علم نظري وتطبيقي وشرعي. حتى علمنا الشرعي الشيطان أعلم به. يعني لما نجي ننظر لحجم المعرفة التي يتكلم عنها الجانب السلبي ما هي قليلة، كبيرة ومهمة لما تنظر إليها. فمثلا لما يأتي الدجال في زمن معين الناس في غفلة، قال يظهر الدجال في خفة من الدين وقلة من العلم. طيب ايه قلة من العلم والناس وصلت الفضاء؟ إذن قلة العلم الدين الذي يقدر أن يواجه الواقع قليل. الناس تعيش في جانب روحي فقط، ما تقدر تواجه الجانب المادي. وخفة من الدين هو نفس الدين، عرفت، غير رزين، يعني غير يعطي ما يحتاج إليه البشر. خفة من الدين وقلة من الايه؟ وقلة من العلم. يأتي هذا المخلوق في مدينة في بلد كل طلابها وهذا خرجوا من الجامعات وعاشوا هذا السياسة والصراعات، وجاءوا وهم في جدب ولا جاهم في هذا، رفع يده نزل المطر. عندهم علماء، عندهم صالحين، ما استجاب الله دعاهم، استجاب دعاء الدجال، بيتبعوا من طبيعة الحال، بيختبرهم الله، بيتبعوا الدجال. يجي مار يمر في الكوفة في طريقه يجد ناس على قبر مات أحد من كبارهم، فيأتي إليهم يقولوا هذا، هو ما يقول دجال، هو يقول داعي إلى الله. فيأتون إليه فيقول لهم أنا أحيه لكم. يأتي على القبر ويتمتم بكلمات، يخرج صاحب القبر حي، ويأتي إلى أهله ويعانقوه ويسلمون عليه ويفرحون به، وبعد ذلك يرجع إلى أهله ويجلس سنوات على عايش. طيب لابد نفسرها تفسير، يعني عند كلام خلط ولا خط. هنا لابد نرجع للتأصيل العلمي الشرعي الذي يبين هذه القوة المادية اللي تظهر في آخر الزمان. هذا هو علم الساعة، أن الدجال يمنحه الله هذا العطاء أولا لفشل المسلمين في التوجه إلى ربهم، ولأنهم رجحوا العقل، ابتلاهم الله بمن يملك العقل لأجل يوصلهم إلى هذه الحالة. عرفت؟ هذا ابتلاء. فتجد هذا المخلوق يفعل ذلك. لما نجي نفسرها علميا هو عبارة عن قدرة شيطانية عند الدجال كمثل الساحر، يستطيع أن يحرك القرين الذي بجانب القبر، لأنه كل إنسان قرينه بجانب قبره إلى يوم القيامة. فيأتي القرين أكثر الناس معرفة بك، وسلوكك وحركتك وسكونك يتمثل بصورته، ويخرج الميت في القبر ما يحيا إلا بأمر الله. أما الذي يخرج هو القرين الشيطان. هذا الشيطان يأتي بنفس خلعة الرجل، يظن أنه هو الرجل الذي مات، ويرجع إلى أهله وأسرته ويعيش على هذا الصفة، ويموت وهو الشيطان ما مات. يعني هذه الأشياء التي سماها النبي دجل. تعرف الدجل يعني عبارة عن ضحك على عقول الخلق، وهذه المفاهيم اللي تطرح هي جزء من الدجل. لكن لأن احنا ما واجهناها بالعلم ولا إلى الآن درسناها، أنا آمل في الشباب هؤلاء يستوعبون هذا الكلام حتى يصير عندهم نسبة من الإدراك للجانب الشرعي الذي يفصح ويبين الجانب المادي المتغلب. العلوم النظرية والتطبيقية ما هي قليلة، اليوم نحن نعيش في ثمراتها، لكن منها إيجابي ومنها سلبي. إذا رأيت العلم النظري والتطبيقي يدمر العقيدة، يدمر مراتب السلوك، يدمر الشريعة، تعرف أن هنا خطورة تحتاج إلى طالب علم، تحتاج إلى علماء وإلى باحثين يعيدوا النظر في هذه المسألة ويحاولوا قدر الإمكان يعرفوا الحقائق. اليوم نحن نكلم شباب ونقول لكم أن العلم النظري والتطبيقي جزء من الديانة، ولا ما قلنا لكم؟ لابد تدرس كما تدرس الإسلام والإيمان والإحسان. لماذا؟ لأجل تتخلص من العقدة التي فصلت بينه وبين العلوم الشرعية، وصار هذا للكفار وصار هذا للمسلمين. فكيف نعيد هذا الرابط اللي نسميه الوحدة الشرعية حتى يستطيع طالب العلم عندما يقرأ مثل هذه المفاهيم أو تعرضها كثير من القنوات أو يتكلم عنها كثير من الملحدين، تجي مباشرة ترجع إلى علمك وتنظر ماذا قال النبي في مستقبل الزمان، ثم تتفهم على ما هو معلوم بالتصريح وما هو معلوم بالتلميح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.